للأخوة الذين يعانون من تصلب الشرايين أو ضيق في التنفس أو التعب من أي مجهود في الصدر أو فحمه، بمعنى من عنده تصلب في الشرايين عليه اتباع الآتي: أولاً لتر ماء، ثانياً 20 فص ثوم، 20 فص ثوم، ثالثاً بياله إلا ربع زيت زيتون، بياله إلا ربع زيت زيتون. وبعدين زنجبيل، قطعة من الزنجبيل الرطب، قطعة من الزنجبيل الرطب، كلهن يوضعن بالخلاط، يوضعن بالخلاط. هذا الثوم، وهذا زيت الزيتون، وهذه قطعة الزنجبيل الرطب. ثم يوضع اللتر من الماء، وتخلط جميعا وتوضع في إناء زجاج، ويشرب نصف فنجال قهوة منه في الصباح، في المساء وفي الصباح. يفضل بعد الأكل بساعة أفضل. من واقع تجربة، أنا كان عندي تعب في أقل مجهود أعمله، تعب وضيق في التنفس وحرارة. استعملت يومين وشفيت تماما. عليكم باستعماله أقل شيء 8 أيام. جربوا، ما راح تخسروا شيء. من قرر له الأطباء قسطرة في القلب لا يستعجل، يستعمل هذه الوصفة التي وصفها العراقي في المقاطع المتداولة. صدق والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إني شفيت خلال يومين بعد أن قرر الأطباء أخذ إشعاعات مغناطيسية لي. شفيت تماما. كنت أعاني فحمة إذا مشيت ربع ساعة، وكنت لا أستطيع أن أهرول، والآن شفيت تماما. أتمنى لكم الشفاء العاجل. انشروه توجروا، وادعوا لنا.